يعني أنت من يشلعوك من مكان يعني غصبا عليك، يعني تفتقد به أصدقائك، أحبابك، أصدقاء الطفولة، أصدقاء المدرسة، المكان، المنطقة، المعيشة. حقيقة مرات من نستذكر شيء نبكي، كنا نتألم أي شيء نسمع عن الكوت، وننتظر أي واحد يجي من هناك يجيب لنا الأخبار عن أهلنا وعن أقربنا، فلان بقى، فلان عاش، فلان مات، مدري من هالقبيل. فالحنين ما يوصف، والشوق إلى العراق ما يوصف. زين، فأنت اللي تحمله ما يحمله اللي ما عايش هذا الحنين، اللي ما عايش شوارع الكوت، صداقاته، الليالي اللي كنا احنا نتمشى ونعيش على السدة وعلى مناطقها الحلوة. رغم الكوت ما كانت كبيرة هذا الكبر الحالي، بس انه اكو ترابط عائلي، اكو اصدقاء، اكو محبة، بحيث انه يعني مرات انه تبكي بكمد بداخلك ما تقدر تبوح بيه لأحد.